مساء الخير، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. والله وحشني جدا الدردشة معاكم. واضح انه موضوع لذيذ، يعني ان الواحد ينقل خبراته وتجاربه مع ناس تحب تسمعه او تحب تشارك معاه الموضوع ده. كنت بتكلم من شوية مع صديقة ليا عن ال 2022 وعملنا ايه فيها، وايه الحاجات اللي بطلناها وايه الحاجات اللي اكتسبناها واستفدنا من مين ومين بطلنا نتابعه، وحاجات كتير حلوة كده. فحبيت اشارك معاكم تاني وافكركم بالفيديو بتاع اقفال الملفات بتاع نهاية العام. تاني حاجة، نوقف الحاجات اللي بتستنفذ طاقتنا. يعني انا الحمد لله رب العالمين دلوقتي بعد موضوع قفل الملفات ده بشكل واعي. معلش العاصفة شديدة النهاردة. بقيت الحمد لله اي حاجة بتستنزف طاقتي بشيلها بالبلدوزر، بشيلها بقطلعها كده من جدرها ايا كانت. فبجد ركزوا دلوقتي، خلاص اخر السنة نشوف ايه الاهداف اللي احنا عايزين نحققها. هنسمي السنة الجديدة، يعني انا سميتها السنة اللي فاتت سميتها عام الفتح والحصاد. وسبحان الله يعني كانت سنة فتح والحمد لله، وتجليات كتير حصلت في حياتي وربنا بقى ينور لي بصيرتي لحاجات كتير. السنة دي ان شاء الله 2023 انا بسميها سنة التعويض الالهي، وسنة حب الذات اللا مشروط، وعام تألق الموهبة. برضو هنبقى نعمل فيديو كده جميل بسيط ندردش فيه عن تسمية العام الجديد. وإن شاء الله يا رب تكون سنة سعيدة علينا كلنا يا رب. بس ومساءكم زي الفل.